لو انت كنت جيت سألتني من فترة ايه احسن انمي في الجيل الجديد، ساعتها كنت ممكن اقول لك ديمون سلاير او جوجوتسو كايسن. بس دلوقتي لو انت جيت سألتني نفس السؤال، اجابتي هتكون الانمي ده وهو سولو ليفلنج. فخلينا نشوف انا ليه بعتبر سولو ليفلنج الاحسن في الجيل الجديد. الاول انا معرفتي بالانمي ده كانت عبارة عن ان هو منهج كوريا. اللي هو ايه يعني منهج كوريا؟ ايه الواو في الكلام ده؟ انا حابب بس اول حاجة لنفسي اللي قالت الكلام ده انت تطلع بره وما اسمعش صوتك تاني. انا اللي خلاني اتفرج على الانمي ده هو كمية الناس اللي قعدت تقول كلام زي ايه ده، ازاي في انمي كده؟ هو اللي عمل الانمي ده ناس بشر زينا كده عادي. فانا قلت اما اتفرج، يعني هي جت عليا انا. واسمها جت عليا. فانا لما فتحت الانمي وشفت الشخصيه دي قلت ده اكيد البطل. ليه بقى؟ لان في كل مقومات الشخصيه البطل، اللي هو هزيل، شعره طويل مغطي ودانه، اضعف واحد بين الناس والناس مستهتره بيه. ويا سيدي شكرا كفايه. وعالم سولو ليفلنج ماشي بنظام الرانك اللي هو بالترتيب ده: اي رانك، وبعد كده الدي والسي والبي والاي والاس رانك، وده هو اعلى رانك. البطل فين بقى في كل ده؟ بالظبط في اضعف رانك، الاي. عشان كده لما حد بيشوفه بيصعب عليه ويقول بصوت عالي للشخص اللي جنبه عشان البطل ما يسمعوش. الولد الغلبان الضعيف ده بيجي يعمل ايه؟ هو مش برضه رانكه ايه اقل واضعف واحقر رانك؟ فهو بيكون صعبان عليهم، فهم بيضطروا ان هم يعملوه بدون طبقيه، يعني عشان ما يجرحوش مشاعره. فبيخلوه يشيل ادواتهم واسلحتهم وبيخلوه يمشي وراهم زي المنبوذ يعني. بس هي احيانا بتبقى كده، البقاء للي رانكه اعلى. ما خدناش احنا وطبعا عالم سولو ليفلنج عباره عن صيادين بيصطادوا، ومهمات الصيادين دول ان هم يدخلوا بوابات ويهزموا الوحوش. وطبعا هم داخلين البوابه دي على اساس انها بوابه عاديه ايزي. بس لا، دي طلعت واحده من اخطر البوابات الموجوده في الانمي، واللي هناك بيكون مستنيهم تمثال عملاق بابتسامه ترحيب كبيره. فبيبدا ترحيبه بان هو يقتل كل واحد فيهم. بس احسن، مش ده برضو اللي كان بيتريق على البطل؟ فص عليك يا ريكس، ايه ده؟ اللي بيتريق كان ده، بس للاسف مش هيموت دلوقتي يعني. واللي استفزني ان هم بيعتبروه الاضعف، بس لما جه وقت الجد قائد المهمه بدا يساله ها عندك خطه ولا هنموت؟ ده طبعا غير ان البطل هو اللي كان بيوجههم طول القتال او طول التعذيب اللي كان بيحصل. وبعد ما معظمهم ماتوا وما اتبقاش غير اربعه، الباب اللي كان حابسهم اتفتح. وهنا كانت واحده من احسن الحاجات اللي عجبتني في الانمي، وهي لما ظهرت انانيه كل واحد فيهم، زي اللي هرب وما فرقش مع حد، واللي قعد يقول انا عندي عيلتي ومش عايز اموت دلوقتي وهرب برضه. وهنا البطل قرر انه يضحي بنفسه عشان هم يهربوا. وبعدها فضل اتباع التمثال الضخم ده انهم يبداوا يطقموا عليه، وضربه يمين في شمال ورجل تطير. وهنا البطل بدا يتكلم بواقعيه بقى. قال لك انا ايه اللي خليني اضحي بنفسي؟ ما هو انا برضو عندي عيله وعايز ارجع لها، كل واحد اناني وعشان كده هما اللي عاشوا. وخلاص لما البطل قرب يموت فجاه ظهرت له رساله بتقول له قلبك هيقف بعد ثانيتين، تحب تموت ولا تلحق نفسك؟ ايوه ولا لا؟ فهو اختار. وبعد شويه تدريبات النظام اداها بطلنا اتحول من الشكل الهزيل ده وبقى بالشكل الشبح ده. وهنا نقدر نناديه باسمه فعلا، واللي هو سون جينو. وهنا بقى الحاجه الجامده اللي عجبتني، البطل بقى قوي تقريبا في اقل من تلت ساعه. انا اعرف انميات بتقعد تقريبا بال50 حلقه عشان البطل يظهر تحوله بس. اتكلم يالا عدل يالا. وطبعا في اي انمي معروف ان البطل بيبقى طيب، بيساعد الناس، بيوجههم للطريق الصحيح. وده غير اهم حاجه ان هو ما بيقتلش حد. شفت بقى الكلام الحلو ده كله؟ ملناش دعوه بيه، لان سون جينو هنا لا يفرق معاه ماضي الشرير ولا انه يساعد حد، هو بيخلص على طول حرفيا. واللي بيعجبني كمان خصوصا المشاهد اللي بيبقى فيها شخص قاعد يتريق عليه ويقول له انت واحد رانكو ايه يعني اللي هتقدر تعمله؟ فيا عيني مات قبل ما يعرف. طبعا ده غير كم الشبحانه اللي هو بيعملها، اللي هو انا عايز اقول له يا اخي خف عظمه بقى. وطبعا ما ينفعش اتكلم عن سولو ليفلنج وما اجيبش سيره حاجه زي الرسم والتحريك اللي موجود في الانمي. مع انه يعني انا مش بيفرق معايا الحاجات دي، بس لا، الانمي هنا رسمه وتحريكه كان في حته تانية خالص. حاجه كمان مميزه في الانمي ده وهو سرعه الاحداث. يعني مثلا لما بنروح من ارك لارك مفيش رحله ذهاب وتعرف على شخصيات وناخدها معانا، لا هنا بنروح على المشهد اللي بعده على طول. حتى المشاهد اللي ممكن تحس انها مش مهمه بتكون مرتبطه بالقصه. ودي انا بعتبرها ميزه وسلبيه في نفس الوقت، لان انا لما بكون بتفرج بحب يكون في تمهيد للاحداث، بس لا هنا تحس ان هو بيقول لك يلا احنا عندنا طلعه، فالحلقه اللي بعدها تلاقيهم بداوا في الارك الجديد على طول. بس طبعا ده احسن من ان انا افضل مستني رحله البطل للوصول للعدو عشان يهزمه، لدرجه ان انا ممكن انسى هو كان رايح فين اصلا. وفي حاجه بقى من احسن الحاجات اللي عجبتني، انا عايزك تعتبرني المشاهد التقليدي اللي هو بينبهر لما البطل يعمل حاجه. يعني هو في تحول جديد بنبهر، البطل قال جمله فيها غرور وشبحنه بنبهر، فسون هنا حرفيا عمل كل اللي انا قلته. يعني هو في الحلقه دي راح عشان يقيم نفسه او يعيد تقييم الرانك بتاعه. طبعا لما راح الجهاز اللي بيقيس قوه الصياد وقف وما اشتغلش وجاب ايرور، فهو بقى كده اتعرف ان هو رانكو بقى اس. فعشان كده كل النقابات بقت عايزه انها تضمه ليها. فمين بقى جه عشان يضمه؟ الصياد صاحب اقوى نقابه موجوده. فلما جه ومديله ايده وقال له انت اخترت تنضم على كده ولا لسه تحب تنضم لينا؟ فسون قطع كلامه وقال له معلش بس انا مش فاضي خالص دلوقتي. ولا حط بص عليه، ايه يا جدع التواضع ده كله؟ وطبعا عشان ياخد اللقب بشكل رسمي كان لازم يظهر جزء من قوته. فلما جه وقت ان هو يظهر قوته كل اللي في المبنى اتخضوا من قوته. ولما اقول كله قصدي على اقوى صيادين في البلد. فمين بقى راح له تاني عشان يضمه؟ برضه ابو شعر احمر. فسون عمل ايه؟
رفضوا انه يكلموا تاني برضه. انتوا جايبين هنا عشان تهزقوني ولا ايه؟ طبعا القتالات في الانمي ده كانت مميزه ومختلفه، لان المعروف في الانميات هو ان البطل بيتفشخ في اول المعركه وبعد كده بيتفشخ تاني، وبعد كده بقى يبدا يهزم الوحش او العدو. هنا بقى لا، هنا سون بيفشخ العدو، فالعدو يجي يحاول يهزمه تاني فسون بيفشخه تاني. فانا الحقيقه كنت بسال هو مين الفيلن او مين الشرير في القتال، اصل انا متعود العكس هو اللي بيحصل. فلا كده تقريبا السيستم هنك، يعني كان في ارك في الانمي عن النمل. は大事な客だ。何を言っている。 لا مش ده. المعركة دي جابوا صيادين من اليابان وصيادين من كوريا، ولما جت نملة واحدة فشختهم كلهم، كل الاس رانك، وفي واحدة كان مغمى عليها هنا اهي لسه نايمة برضه. فسون جه عمل ايه بقى؟ ما كملش تلت ساعة تقريبا وفشخهم كلهم، حتى النملة اللي كانت قاعدة تبهدل فيهم جه وفشخها هي كمان. ومش بس كده، ده حولها هي كمان لظل تابع ليه. ودي حاجة عجبتني جدا في الانمي، واللي هي قوة الظلال. فكرة انك تقتل العدو وبعد كده ترجعه يقاتل معاك تاني دي كانت عظمة. وكل مرة سون يجي يقتل وحش يحوله لظل جديد، يقتل وحش يحوله لظل، وحش ظل. وطبعا لما بيجي يوجه حد مش بيطلع واحد ولا اتنين، ده بيطلع كل المخزون بتاعه. وطبعا احسن ظل بالنسبة لي بعد ظل اجريس طبعا هو ظل بيرو، اللي يقدر يخرجه بعد كل القوة اللي كانت معاه دي. طبعا كل بتوع الاس رانك قاعدين يتفرجوا زينا، ايه الواد ده؟ ايه القوة دي؟ ازاي الواد ده كده؟ بس جايين تقريبا يطبلوا للبطل وخلاص. بس وعلى الرغم من كده شخصيات الاس رانك كلها اللي موجوده في الانمي كلها لها كاريزمتها وهيبتها وقوتها، بس ده طبعا قبل ما يجي سون، لانه لما جه دمر الكاريزما والقوه والهيبه دي كلها. وانا لما اتفرجت على الانمي حسيت ان قصته سطحيه او ما فيش قصه، يعني انا ما كنتش اعرف هو عايز ينقذ امه واللي بالمناسبه كان عندها مرض ومحدش كان عارف يعالجها، ولا هو عايز يبقى اقوى واحد عشان التريقه اللي كان بياخدها بان هو اضعف صياد، ولا ايه حكايه الكابتن ده. لكن كل ما بتسمع الانمي اكتر كل ما تلاقي ان في اسرار اكتر وحاجات انت مش فاهمها. يعني ايه النظام ده اللي بيديله الاوامر والمهارات، والقوه دي جات له ازاي، وكان ايه التمثال ده، وليه بيضحك كده، وليه ابوه ما كانش له ظهور طول الفتره اللي ابنه عمال يتفشخ من الوحوش كل شويه، وازاي ابوه هزم واحد من الصيادين اس بسهوله كده، واللي بالمناسبه ده يبقى اخو الصياد اللي سون قتله. العله دي اتبهدلت قوي في الانمي. تعبانك. ومين الشخصيات اللي عماله تظهر وتروح وتيجي دي. في النهايه احب اقول ان سول ليفلنج يعتبر واحد من الانميات القليله اللي خلتني اقعد اتفرج حوالي 7 حلقات كاملين من غير ما احس بالوقت، واللي تقريبا بسببه ما لحقتش اعمل حاجه في اليوم ده من كتر ما انا كنت قاعد بتفرج. وتقييمي في النهايه لانمي سول ليفلنج 8.5، وده عشان احداثه كانت سريعه قوي زي ما قلت، ده غير طبعا المعارك اللي كانت بتخلص بطريقه سريعه قوي. يعني انا ما لحقتش افهم، انا كنت شايف الشرير ده حاجه وقوه جيسون، وفي تلت ساعه اتدمر كل اللي انا كنت شايفه. وبالرغم من الكلام ده كله سولو ليفلنج هيفضل بالنسبه لي واحد من احسن الانميات اللي انا شفتها. وبس كده، ما تنساش بقى انك تعمل لايك وسبسكرايب للقناه، وبس كده، سلام.